معلومات مش مهم تعرفها. في الحرب العالمية الثانية نسبة الجنود اللي كانوا بيضربوا رصاص على الجنود التانيين كانت 20%، لأنها حاجة طبعا مش منطقية، لأنها حاجة صعبة جدا. فطبعا في أمريكا اشتغلوا على الجزء النفسي ووصلت النسبة دي ل 90% في حرب فيتنام. ستاديز لقت إن 98% من الجنود ما بيقدروش يستحملوا نفسيا أكتر من 58 يوم. دونالد ترامب هو أكتر بوليتيشن في التاريخ اتكلم او في خطاباته كان فيها كلمة انا او بيتكلم على نفسه يعني. وفي ستاديز بتقول لك كل ما الرئيس يبقى نارسيسست كل ما تضاعف نسبة دخوله في حروب 5 مرات. دونالد ترامب لما درسوا الخطابات بتاعته او طريقة الكلام اللي هو بيتكلم بيها لقوا ان هي كأن حد بيكلم حد في رابعة ابتدائي. يعني انا وانا بتكلم كأني بكلم PhD student. فاحب اوجه رساله لدونالد ترامب: يا اسطى انا كنت مقدم على فيزا سياحه، تبص لي عليها بكون شاكر.